السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل والهنا والسعادة على قلوبكم جميعا يا رب. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ونبدأ الفيديو كده إن شاء الله على طول. كان الحاج صاحب البيت بقى أجازة، فصحيت كده قلت أروق بقى عليه بقى أعمل فطار كده. فعملت السندوتشات دي فيها يعني طبقة جبنة كيري، فوقيها بيض، فوقيها لانشون، وفوقيها جبنة رومي. وزي ما وريتكم المطه كده كانت تحفه وظبطت الدنيا. بما اننا بقى كنا يعني صاحيين، فهو طبعا ايه عايز ياكل يفطر ويتغدى والدنيا ايه تبقى رايقه، فقلت اعمل الغدا على طول كده اجهزه. الكفته دي احنا بنجيبها جاهزه، هي عجينه كده احنا بنجيبها من حد موثوق يعني احنا نعرفه في كرداسه. فالكفته باخدها بصبعها بس، بتساعدني وبصراحه بتسعفني قوي في الايام اللي ببقى مش عايزه اقف في المطبخ كتير. هنا بقى قلت اعمل شويه رز بسمتي جنبها، طبعا البصل اللي احنا مفرزينه والجزر كمان مفرزينه، ده من ضمن الحاجات اللي بتسهل عليا كتير. وان شاء الله باذن الله الفيديو اللي بعد كده هعمل معاكم بقى تفريزات الطماطم واللحمه المتعصجه، الحاجات اللي هي فعلا بتسعفني. يعني انا اللهم لك الحمد ممكن مثلا ما اخدش وقفه في المطبخ ربع ساعه وبكون عملت الغدا، والغدا زي ما بتشوفوا كده بيبقى اللهم لك الحمد كذا حاجه، علشان خاطر انا ببقى مجهزه تفريزات من قبلها. مش لازم يعني نعمل التفريزات عشان احنا نكون شغالين او غيره، يعني لا عادي. احنا بس بنعملها علشان خاطر نظبط دنيتنا. الوقت يعني الوقت مثلا انا معايا طفلة، فاهم، ما عنديش رفاهية ان انا اقعد اعمل كل حاجة. حقيقي ما شاء الله دلوقتي التلاجات كلها نو فريست، يعني مش بتعمل تلج ولا حاجه. والحاجه والله فعلا بالطريقه دي ما بتغيرش طعم ولا اي حاجه، كانها طعمها طعم الفريش بالظبط. فاللي ما بيجربش تفريزات يجرب. قلت بقى كده هعمل جنبهم سلطه الدقوس، وهي عباره عن ورق الكزبره، يعني الكزبره بنشيل الورق بس وبنرمي العيدان طبعا، وطماطم وتوم. طبعا بنحط خل ويعني ليمون وملح وكمون. عايزه اقول لكم ما شاء الله كانت حلوه قوي. بس انا حطيتها في السرفيس بتاع الصوصات دوت كده، الطحينه سيحت عليهم من الجنبين، لكن طبعا لونها فوق الرز كده جميل. وهنا كده بقى كانت غرفه النوم هي اللي محتاجه تتنضف، لان يعني الدنيا عندي كانت بصراحه مأساويه. والمعطر ده كنت بقول لكم خلاص هو قرب يخلص، يعني الواحد كان عنده ازمه. ف اللهم لك الحمد الغدا كان حلو قوي، والكفته انا حتى فتحتها لكم يعني ما شاء الله جميله قوي، يعني جميله بجد، مش اي كلام والله. يعني انا بشوف ناس بتشتري عجين الكفته من عند حد ما تعرفوش، لكن دي لحمه فعلا ما شاء الله حلوه. وسعرها كمان يعني مش غالي ومش رخيص. غرفه النوم بقى كانت تضرب تقلب. وكنت طبعا الاشعه بتاعتي خلاص، انا كنت على هبه الاستعداد بقى ان انا ارجع للدكتور بيها علشان خلاص اشوف بقى انا عندي ايه، مشكلتي ايه بالظبط. لان انا طبعا لفيت لفه ما يعلم بيها الا ربنا. قلت اغير كده لون الملايات اللي انا بفرشها، فحطيت اللون الموف كده بالكوفيرتا بتاعته دي. انا عايزه اقول لكم خطيره، حبيتها قوي. وغيرت للبنوته بتاعتي كمان الملايه بتاعتها، حطيت لها ملايه قطن كده برضو لونها موف، بس موف فاتح شويه عن الملايه بتاعت السرير الكبير. وطبعا شغلت قرآن وقلت كده ايه نقعد السهرة بتاعتنا. ايه بقى هبت في دماغي، قلت لا يا بت يلا قومي ورانا ايه نقعد نلعب في وشنا شويه، هنفضل قاعدين كده. ففتحت البالب بتاعت مايت سينما دي. عايزه اقول لكم شايفين انا داخله 3 سنين جواز، وحرفيا يعني انا جايباها ما عملتش فيها اي حاجه، الالوان بتاعتها كلها زي ما هي. فقلت لا ايه قومي كده نلعب في وشنا. وطبعا راحت خديجه واقعه فيها، راحت جايبه لي اللون الاسود الجليتر، شايفين جابته كله في الارض، طبعا بوظت لي السجاد. فكده كده السجاد كله هنوديه دراي كلين كده يعني اخر الصيف. فقلت مش مشكله، دخلت كده عملت بقى ام علي والقشطه اللي على الوش، شايفين عامله ازاي، حطيت بقى فيها مكسرات. كنت عايزه اقول لكم والله خطيره. كنت شايله حته قشطه كده حطيتها على الوش طازه. قلت بقى ايه نشوف الدنيا. عايزه اقول لكم جوسي من جوه طريه، وانا مكتره لها لبن، حرفيا جميله كانت خطيره. ف يعني عايزه اقول لكم والله بصوا، هي الحاجات دي مش يعني الواحد مثلا مش بيعملها عشان هو عايز يرفه وكده، لا، بس هي حاجات بتفرق معانا بقى في النفسيه. طبعا كوبايه الايس كوفي دي عملتها للباشا صاحب البيت بقى، قلت بما انه موجود فاه نروق عليه. وهنا كده كنت غسلت ونشرت. وعايزه اقول لكم كان خلاص كده اليوم خلاص كان بيخلص. وده كان تاني يوم بقى كنت رايحه خلاص للدكتور بقى علشان خاطر نشوف هنعمل ايه. فيا رب يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم يا رب. دمتم في امان الله.